الصمود النفسي. يعني ايه صمود نفسي؟ ليه في ناس بتقع وبتقوم تاني، وليه في ناس لما بتقع ما بتقومش، بتاخد فترة طويلة جدا عشان تقوم؟ احنا ربنا خلقنا مختلفين عن بعض، ربنا مش خلقنا زي بعض. واحنا لو احنا زي بعض مش هنعرف نعيش، مش هنعرف نكمل حياتنا. لكن احنا في الاختلاف في رحمة لينا. من يومين كده وانا بسمع، كنت بتفرج، انا متعوده بتفرج على بكار على الفطار، شفت في فيديو كده حلقة عن بكار، يعني بيقول ليه احنا مش زي بعض. فلو بقى زي بعض يبقى كل الناس تبقى محتاجة حاجة، عايزة حاجة واحدة بس، كل الناس ماشية بسيستم واحد بس. فعشان كده احنا اختلافنا اصلا رحمة. ده رزقكم يعني، دي معلومة انا كنت ما اعرفش، عايزة اتكلم فيها. ولكن نرجع تاني للصمود ونقول اللي بيخلي شخص يقع ويقوم تاني ان هو عنده صمود نفسي. اللي بيخلي الشخص يقع ويفضل قاعد تحت كتير قوي لانه هو صمود النفسي قليل. طيب تعالي نشوف ايه صمود نفسي. الصمود النفسي انا درسته مع ريتشارد، وفي نفس الوقت انا كنت عامله عليه رساله الماجستير بتاعتي في كليه اداب، كليه البنات جامعه عين شمس. الصمود النفسي بمنتهى البساطه ان انا اعرف اتوافق مع الازمات، اتوافق مع الازمات، وبمعنى صحيح هو التوافق الايجابي مع الازمات. يعني ان انا اعرف اتعامل مع اي ازمه في حياتي، كبيره او صغيره، كبيره او صغيره. فالصمود النفسي ان انا يبقى عندي صمود نفسي ان انا اعرف اتوافق مع اي ازمه بعدي بيها. طيب هل الصمود النفسي ده في حاجات ممكن تساعدني ان انا يبقى عندي صمود نفسي عالي؟ طيب يبقى احنا قلنا كده باختصار الصمود النفسي ان انا اعرف اتوافق مع اي ازمه، ايا كان الازمه دي كبيره او صغيره. الازمه دي ان انا نسيت مفتاح الباب او عندي حاجه كبيره جدا حصلت في حياتي. فعشان اكون عندي صمود نفسي لازم يبقى فيه شويه حاجات كده موجوده. اول حاجه فيها خالص الاكاديميه الامريكيه لرابطه علم النفس بتقول ان اول حاجه خالص عشان تعلي الصمود النفسي بتاعك لازم تحط اهداف واضحه ومحدده. واضحه ومحدده يعني معنى كده ان الناس اللي عندها اهداف واضحه ومحدده، واضحه في حياتها وبتسعى ليها، دي ناس عندها صمود نفسي اعلى من الناس اللي ما عندهاش. يبقى رقم واحد عشان خاطر يبقى عندي صمود نفسي ان انا بمنتهى البساطه ابدا اشتغل على نفسي، احط لنفسي اهداف. ومش هحط لنفسي اهداف كده وخلاص، لا، لازم تبقى اهداف واضحه محدده. انا شايف الهدف بتاعي قدامي، عارف انا عايز ايه بالظبط. طيب تعالوا كده نشوف هو ليه لما انا احط هدف هيبقى عندي صمود نفسي. لما بتبقى ماشي دايما وعندك هدف، في هدف قدام عينيك، لما بتقع ده بيخليك تقوم تاني، لان اصلا عينك مش على الوقعة اكتر ما هي عينك على الهدف اللي انت رايح له، عينك على الحاجة، الحلم اللي انت بتحلم بيه، صح؟ يعني ممكن يبقى كان عندك مشوار مهم جدا جدا وحصلت لك مشكلة، مش اوقات بتعدي المشكلة كلها تماما وتركنيها على جنب خالص لحد ما تروحي المشوار المهم بتاعك وترجعي، صح؟ فالفكرة كلها ان واحد عشان يبقى عندي صمود نفسي، لو انا عايز اتعلم اعمل صمود نفسي لنفسي، او ابدا اخلي حد يبقى عنده صمود نفسي، لو انا بشتغل في المجال ده وعايزه اساعد الناس تبقى عندها صمود نفسي او مرونه نفسيه. والصمود النفسي هو عكس الهشاشه النفسيه شويه. عارفين كلمه الهشاشه النفسيه؟ ان انا ابقى ضعيف نفسيا، كل حاجه وحاجه صغيره تبدا تاثر فيا، اقل حاجه تاثر فيا. دي طبعا هي ليها تعريف كتير ومعاني كتيره،
ولكن بمنتهى البساطة ممكن نقول هي دي، ان هو الهشاشة النفسية ان انا كل اي حاجة بتأثر فيا، اقل كلمة من اي حد بتأثر فيا، اقل حاجة بتأثر فيا. طيب فالصمود النفسي، واحد عشان ابقى عندي صمود نفسي محتاجة احط اهداف واضحة. واضحة دي يعني اهدافي تكون محددة. في بحث كده عملوه واحد اسمه ريتشارد وايزمان، كان بيتتبع 5000 حالة، 5000 شخص عندهم اهداف، حاجات كبيرة وحاجات صغيرة. حد عايز يبطل تدخين، حد عايز يدخل علاقة جديدة، حد عايز يعمل فلوس، اهداف متنوعة في الحياة. ولقوا ان في 10% بس فقط من الناس دي هم اللي وصلوا لأهدافهم. لما بدأوا يدرسوا 10% من الناس دي، بدأوا يكتشفوا ان 10% دول تحديدا كان عندهم صفة أساسية أو كان عندهم حاجة مشتركة، وهي ان هم كانوا محددين أهدافهم بشكل صح. وانا هقف شويه عند حته صغيره عند الحته دي، يمكن في ناس كتير عارفاها بس ممكن يكون ناس تانية برضو مش عارفاها. ان انا لما اجي احدد الهدف بتاعي لازم يبقى سمارت، لازم يبقى هدف كده ذكي. طيب يعني ايه هدف ذكي؟ يعني هدف واضح، يعني هدف محدد، يعني هدف بسيط، يعني هدف ينفع اقيسه، يعني هدف قابل للتحقيق. ما هو ما ينفعش انا النهارده دخلي جنيه وحط هدف انا السنه دي عايزه احوش 1,000,000 جنيه. ده مش هدف. ما ينفعش يبقى انا مثلا وزني زايد 30 كيلو واقول انا عايزه اخس 30 كيلو في شهرين. انا ال 30 كيلو دول زدتهم في سنتين، في 3 سنين. ما ينفعش اقول ان انا عايزه اخسهم في شهرين. مش لوجيك، مش منطقي. فخلوا بالكم في حته ان احنا بنحط الاهداف. اوقات في ناس بتحط اهداف كتيره جدا جدا لا تتناسب مع الوضع اللي هي فيه. طيب فاذا عشان احط اهداف لازم يبقى هدفي واضح، محدد، بسيط، ينفع اقيسه، حاجه بسيطه. ولما يبقى عندك 10 اهداف واضحه ومحدده وبسيطه، احسن 100 مره ما يبقى عندك هدفين كبار. يعني حد مثلا يقول لي انا عايز علاقتي بربنا تبقى كويسه، عايز علاقتي بربنا تبقى كويسه. هدف هدف، يعني ده هدف سمارت؟ لا. طب ليه؟ عشان علاقتي بربنا كويسه دي انا هقيسها ازاي؟ دي ملهاش مقياس. لكن ممكن افنطها، على الرغم ان هو هدف بسيط اهو، افنطها كده. اقول مثلا انا عايز اصلي الفجر كل يوم، انا عايز اقرا في المصحف كل يوم، انا عايز اتصدق كذا كل شهر، انا عايز اعمل كذا. فاهمين قصدي؟ ففكره ان انا بخلي الاهداف بسيطه ومحدده ده بيخليها تتحقق اسرع.